العلاقة الزوجية بقت علاقة كلها ملل وروتين. بقت علاقة من غير روح، كلها مشاكل ومسؤوليات، حياة كلها سكوت وزعل مستمر. انعدم فيها الاحترام والإحساس بالأمان. تقريبا لا بقينا نشوف بعض ولا حتى نحس ببعض. في الوقت ده لازم أقولك إن علاقتك الزوجية محتاجة تنشيط وصيانة. يلا نفهم مع رندا فايق ايه هي ادوات الصيانة لاستمرار الحب والبقاء. اسمعني يا عزيزي ويا عزيزتي، زي ما اي جهاز في البيت محتاج صيانة علشان يفضل شغال، برضو الجواز محتاج صيانة علشان يقدر يستمر رغم المشاكل والصعوبات والمسؤوليات. والصيانة هنا مش رفاهية، دي حاجة ضرورية وأساسية علشان الحب يعيش والعشرة تكمل. الجواز مش عقد اتكتب وخلاص، دي رحلة طويلة محتاجة متابعة ورعاية، فلازم نتابع حالة العلاقة ونشوف ايه اللي محتاج يتظبط قبل ما يبقى فيه مشكلة كبيرة. وانا هنا هكلم الطرفين، الزوج والزوجة. أدوات الصيانة اللي لازم كلنا نخليها موجودة معانا في بيتنا علشان يبقى بيت مستقر وهادي هي الكلمة الحلوة والتقدير. رجعوا الكلام الحلو اللي كنتوا بتقولوه في بداية العلاقة، فكلمة بسيطة هتفرق كتير في العلاقة، فبكلمة هتقدر تطفي نار المشاكل وهتفتح قلبك للتسامح. جربي كده، قوليله انت سندي وظهري وأماني. قول لها انت أميرتي وحبيبتي وراحتي وانت كل أحلامي. جربوا، عود نفسك وعودي نفسك على كده. خلوا بالكم أنا هنا بكلم البيت المبني على المودة والرحمة. اهتموا بالتفاصيل الصغيرة، صدقوني ده تأثيره زي السحر. ولازم يكون في قعدة فضفضة كل أسبوع. ايه المانع؟ اقعدوا واتكلموا مع بعض حتى لو نص ساعة من غير ما تشغلوا نفسكم بأي حاجة تاني. اتكلموا بصراحة، وقبل ما تهاجموا بعض وتتكلموا على اللي مضايقكم وكل واحد يرمي التاني بالتهم وتفتكروا مشاكل السنين، اتكلموا في الأول عن لحظات السعادة والراحة والأحلام اللي حلمتوها مع بعض. خلوا في الأول الكلام الحلو الإيجابي، وبعد كده اتكلموا عن مضايقكم بطريقة كلها تفاهم واحترام. احضنوا بعض، إحساس الحضن لوحده هيخليكم تحسوا بالأمان. ابعدوا عن النقد السلبي، لأن ده هيدمر العلاقة وهيبعد المسافات. قد إيه النقد السلبي مميت وقاتل، فلازم نحول النقد السلبي لحاجة إيجابية، وده دور الست. أيوة، دور الست. أنا عارفة إن الموضوع صعب جدا، لكن ربنا خلق جوانا إحنا كستات الصبر وقوة الاحتمال. فأنت هنا هتخلقي حاجة إيجابية في خيالك وتقدري توصليها في خياله، الحاجة اللي حابة تسمعيها وتحسيها. صدقيني، كل ما الست ادت الراجل ثقة ومساحة هتلاقي الراجل بيندم على الحاجة الغلط اللي عملها، سواء انتقدك أو في لحظة قسى عليكي. بلاش كل واحد يقف للتاني على الواحدة، ده غلط كبير. أهم أداة من أدوات صيانة العلاقة الزوجية هي الاعتذار. الاعتذار يا جماعة عمره ما هيقلل من قيمتك أو قيمتك، بالعكس ده أساس الحب. لأني أنا لو مش بحبك لا هلومك ولا هعاتبك، أكيد أنتوا متفقين معايا. مفيش مشكلة إن احنا نغلط، احنا بشر، بس لازم نعتذر ونعترف بغلطنا. الموضوع ده هيفرق معاكم كتير جدا. صالحوا بعض، الصلح خير. بلاش تتعاملوا بالتجاهل والصمت العقابي، ده أساس فشل وانهيار أي علاقة. مينفعش تسيبوا بعض زعلانين، ما تسيبوش بعض غرقانين بمشاعركم السلبية. اللي بيعتذر ده بيبقى ضميره صاحي وقلبه نضيف وصافي، وربنا هيكون راضي عنه، لأن ربنا علمنا المحبة والتسامح والغفران. لو انت عملت كل ده
أنا واثقة ومتأكدة إن العاصفة هتعدي وهتعيش أجمل أيام وسنين عمرك. لا هيبقى في زعل ولا هيبقى في خيانة، وكل المشاكل هتعدي بقوة الحب اللي ليها تأثير كبير على صحتك النفسية والجسدية. وأنا هنا بكلم البيوت السوية، البيوت اللي عايزة تعمر وتعيش في سعادة وهنا.